سلامة سلبه في ثوة اللبان تما من حوالي 100 سنة تقريبا، تحديدا في فترة رايا وسكينة. سواء انت تابعت المسلسل او قريت عنهم، هيتقالك ان الفتوات بتوع اللبان اللي كانوا موجودين وقتها هم عرابي وحسان اللي كانوا شركاء مع رايا وسكينة. بس الحقيقة ان عرابي وعبد الرازق وحسب الله وعبد العال كمان دول كانوا شوية عيال كده في العشرينات مالهمش اي لازمة، عايشين بس على قفا ناس الغلابة، وشوية عيال بلطجية عايشين سفلقة على الايرادات اللي بتجيلهم من البيوت بتاع الربا او بيوت الدعارة، لكن لا كانوا فتوات ولا يعرفوا حاجة عن الرجولة والمجدعة. انما الفتوة اللي كان على حق في الفترة دي وكان معروف وكان اسمه بيتهزله شنبات هو سلامة سلب. سلامة كان مشهور بنبوته الحديد اللي كان بيدخل بيه اجدعها خناقة يقفل المنطقة كلها، وكان عنده في نفس المنطقة دي قهوة، وكان معروف عنه ان هو راجل عادل جدا وما بيخافش حد ولا بيهاب حد، وكلمته بتمشي على الكبير قبل الصغير. فكانوا بيجيبوه في قعدات الصلح العرفية وكان هو اللي بيحكم ما بين الناس، ولو كان حتى في خلاف بين اتنين على فلوس كان هو اللي بيتصدر وممكن كمان يدفعها. يعني بالبلدي كده كان قاضي شعبي. والحقيقة ان الراجل ده ما كانش بيفتري على حد ابدا، بالعكس ده كان محبوب من الناس كلها، وكان دايما يعمل اكل للفقراء في القهوة بتاعته. وفي يوم من الايام مأمور اسم اللبان اللي وقتها كان من الانجليز اعتدى على شاب من المنطقة وضربه وحبسه. فشيخ الحاره بتاع اللبان راح عشان يتوسط للواد ده ويقول للظابط الانجليزي معلش طلعه عشان خاطرنا عيل وغلط واحنا هنربيه. قام الظابط الانجليزي ركب دماغه وقال له والله ما انا مطلعه. قوم شيخ الحاره يعمل ايه؟ يروح لفتوه المنطقه اللي هو مين؟ ايوه سلامة. قام راح له وحكى له اللي حصل وقال له احنا دلوقتي عايزين نطلع الواد ده من غير ما يتحاكم ولا يحصل له اي مشكله، وبعدين انت فتوتنا وكبرنا وانت اللي تعرف تخلص الحوار ده. قام سلامة سحب نبوته وخد الراجل من ايده وقال له يلا بينا نطلع الواد من القسم. المهم ان سلامة لما كان بيدخل القسم ولا اي مكان كان بيتضرب له تعظيم سلام. دخل القسم واتعمل له التشريفه بتاعته ودخل على الظابط عرفه بنفسه قال له انا فلان الفلاني وبس تسمحك معلش ان احنا عايزين الواد دوت واحنا نربيه بمعرفتنا وحقك على راسنا من فوق كمان. قوم الظابط الانجليزي ما جاش معاه بقى الحوار ده واتعامل معاه طريقه وحشه وهانه كمان وحسسه ان هو ملهوش لازمه وان كلمته ما تمشيش عليه، والواد ده محبوس يعني محبوس وهيتحاكم يعني هيتحاكم، واللي عنده حاجه يعملها. يا نهارك اسود ومهبب، انت بتعمل كده مع مين؟ مع سلامة؟ قوم المعلم سلامة وقف كده قدام الظابط وخد الكلام ما عجبوش، ما جاش على هواه. ايه اللي بيحصل ده وانا على اخر الزمن معلم سلامة يقف يتهم من حته ظابط انجليزي ملوش لازمه؟ ده انتوا ايامكوا سودا، ده انا هقفلها لكم واعلمك الادب انت واللي مشغلينا. قوم المعلم سلامة ياخد النبوت ويلبس البونيه الحديد بتاعه وهوبا يهجم على القسم بطوله، وراح مسك الظابط ده رنه العلقه المتينه وكرشه بره القسم وراح قفل بيبان القسم على الظباط الانجليزي اللي جوه، وراح دخل الحبس طلع الواد اللي هو عاوزه مشاه، وراح حاطط لك كرسي قدام باب الكراكون وحط رجل على رجل وقعد والدكر فيكو يقرب من باب القسم. طبعا الموضوع ما عداش كده، ده سمع في اسكندريه كلها. قوم بقيه الفتوات بتاعت المناطق اللي حواليه قال لك واحنا برضو نسيب معلم الفتوه كبير بتاعنا يتعارك لوحده مع الانجليز؟ ابدا، كلنا نروح نوجب معاه. قام كل فتوه جاب النبوت بتاعه وراح عشان يجامل فتوه بقى غط العنب وفتوه الفراهده وفتوه كرموز وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ما يهيصه بقى وكله عايز يجامل وياخد اللقطه برضو ويتصيط على حس سلامة، لحد ما ناس في الامن المصري اتدخلوا في الموضوع وقعدوا يتوسطوا للمعلم سلامة. والنبي يا معلم الله يخليك خد الحكايه دي هتكبر مننا وتوسع، والحكايه ممكن تقلب حرب. انت ما بتتخانقش مع فتوه في الشارع اللي جنبك، ده انت بتتخانق مع الانجليز. ويتحايلوا عليه ان هو يقوم من قدام باب القسم ويسيب الضباط والجنود الانجليز اللي جوه يروحوا، وهو ابدا. وبعد شويه محايله كتير وافق، قال له خلاص عفى الله عما سلف، انا هسيبهم بس اكراما للناس اللي اتوسطت، انما لو عليا ده انا بات هنا بالشهر ولا يهمني. والحوار خلص وطلعوا الجنود الانجليز من جوه، وسيت المعلم سلامة سمع في اسكندريه كلها. المره الوحيده اللي اتقابل فيها المعلم سلامة مع رجاله رايا وسكينه كانت مره وحيده. عبد العال واخوه عبد النبي جم يقعدوا على قهوه المعلم سلامة، وكان معاه بقى الحاشيه بتاعته حسب الله وعرابي. المعلم سلامة شافهم من بعيد كده جايين، قام واقف قدام القهوه وطردهم بره وقال لهم لا مؤاخذه معلش القهوه دي للرجاله جدعان مش للرجاله اللي بتصرف من عرق حريمهم وفاتحين بيوتهم كرخانات، يعني فاتحينها دعاره، فاللي يقعد هنا يبقى راجل وبياكل من عرق جبينه ما بياكلش من عرق النسوان. وطبعا الكلام ده قبل ما كان حد يعرف حكايه رايا وسكينه دي ولا يعرفوا ان هم بيقتلوا ولا اي حاجه خالص، ودي المره الوحيده اللي اتقابلوا فيها مع بعض. ومن ساعتها ما هوبوش ناحيه القهوه دي تاني ابدا. ده بقى الفرق بين الفتوه اللي في صحيح وشويه المجرمين اللي كانوا عايشين على قفا الغلابه.